ام راديو. مرحبا مستمعينا الكرام، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يهنئ أندري راجولينا بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية مدغشقر. بدء إعادة بناء المنازل المتضررة من الزلزال بجماعة تلة يعقوب بإقليم الحوز. زلزال بقوة 5 درجات يضرب تركيا. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة السيد أندري راجولينا بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية مدغشقر. وقال جلالة الملك في هذه البرقية: يطيب لي بمناسبة إعادة انتخابكم رئيسا لجمهورية مدغشقر أن أبعث إلى فخامتكم بأحر تهانئي وأطيب متمنياتي لكم بموصول التوفيق في أداء مهامكم السامية. وأضاف جلالته: وإذ أعرب لكم عن ارتياحي لأواصر الصداقة المتميزة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية مدغشقر، فإني أؤكد لفخامتكم حرصي الوطيد على مواصلة عملنا المشترك من أجل توسيع مجالات تعاوننا الثنائي بما يخدم شعبينا وقارتنا الإفريقية. بدأت العديد من الأسر بالجماعة القروية 3 يعقوب التابعة لإقليم الحوز بعملية إعادة بناء منازلها المتضررة من الزلزال بفضل المساعدات المالية المخصصة لهذا الغرض، وذلك تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وقد انطلقت هذه العملية في ظروف ممتازة بعد أن حصلت الأسر المعنية على تراخيص إعادة البناء وكذا على المساعدات المالية اللازمة. وتبذل السلطات المحلية واللجان المعنية جهودا كبيرة خلال مختلف المراحل الضرورية من أجل إعادة بناء المنازل المتضررة كليا أو جزئيا من الزلزال، انطلاقا من الاستفادة من المساعدات المالية وتبسيط كافة الإجراءات المتعلقة بالحصول على رخصة إعادة البناء وكذا المساعدة التقنية. كما تستفيد هذه الأسر في إطار المواكبة الدقيقة والمراقبة الدائمة للسلطات المحلية من تصاميم نموذجية تراعي خصوصية المنطقة. وفي السياق ذاته فإن السلطات المحلية في إطار حرصها على توفير كل الظروف لإنجاح عملية إعادة البناء هذه وبالتنسيق الوثيق مع الجهات الأخرى المعنية لا تدخر جهودا للتعامل بفعالية ودون تأخير مع جميع التظلمات والطلبات التي تقدمها الساكنة. وتتواصل بدواوير هذه الجماعة عملية إزالة الأنقاض والأتربة عقب هدم بعض المنازل المتضررة كليا أو جزئيا بناء على تقرير من اللجان المتخصصة، وذلك من أجل بدء إعادة بناء المنازل. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء قال آدم قاضي تقني متخصص في الطبوغرافيا إن العمل الطبوغرافي بما في ذلك مسوحات الحدود والمسوحات الطبوغرافية للأراضي يسير بشكل جيد بفضل مواكبة السلطات المحلية والتجاوب الإيجابي للساكنة، مضيفا لقد بدأت العديد من الأسر المتضررة من الزلازل إعادة بناء منازلها بجماعة 3 يعقوب. من جانبهم أعرب العديد من المستفيدين بعدد من الدواوير التابعة لهذه الجماعة في تصريحات مماثلة عن عميق امتنانهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على ما يوليه جلالته من عناية سامية لساكنة المناطق المتضررة من زلزال الحوز. كما أبرزوا المجهودات المتواصلة التي تبذلها السلطات المحلية إلى جانب باقي المتدخلين لمواكبة الساكنة المتضررة في إطار إتمام كل المساطر المتعلقة بمنح المساعدات المالية أو بالعمليات التي تهم الهدم وإعادة البناء. يشار إلى أن الحكومة تنفيذا لتوجيهات الملكية السامية تقدم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهما للمساكن التي انهارت بشكل تام و80 ألف درهما لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا. أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن زلزالا بقوة 5 درجات على مقياس ريشتر ضرب صباح اليوم الاثنين خليج غمليك ببحر مرمرة شمال غرب تركيا. وأوضحت الوكالة في بيان نقلته وسائل الإعلام المحلية أن الزلزال حدث في بحر مرمرة عند الساعة 10 صباحا بالتوقيت المحلي، وشعرت به بعض مناطق مدينة إسطنبول، ولم يتم تسجيل أي أضرار وفقا للسلطات المحلية
المحلية. ووقع الزلزال على بعد 4 كيلومترات عن ساحل ولاية بورصة، وعلى عمق 8 كيلومترات عن عمق مستوى سطح البحر. كما تم تسجيل هزة أرضية أخرى في نفس المنطقة بقوة 4.5 درجات عند الساعة 10:45 بالتوقيت المحلي. نشكركم على حسن المتابعة، إلى اللقاء. راديو.